ما كنت أظن أن علي عنبه يرحل، أصل الطرب والتراث والعزف والموال. ذي كان صوته يهز الحي والمحفل، ويطرب المجتمع في الحالة والترحال. هذه الشيلة من كلمات وأداء الشاعر أبو نصار الجرادي، كما هي تعزية ورثاء بعد فقيد الوطن الفنان القدير علي عنبه. تسجيل وأخراج استوديو ترند ذمار. أبدع بك أدعيك يا سمع لمن يسأل، يا حي قيوم يا رحمن يا متعال، يا كاشف الهام ذي في وسط قلبي حال، يا مطلع بالسراير اصلح الأحوال. والحمد والشكر لك يا الله وتوصل، أن تغفر الذنب لكن زادت الأحمال. من بعد ذا يا هجوس شل مستعجل، بالتعزية في رثام ذكرهم لا زال، بالتعزية في رثام ذكرهم لا زال. في خاطري عنهم بقول واتقول، عن صوت ما ننتسيه أجيال بعد أجيال. ما كنت أظن أن علي عنبه يرحل، أصل الطرب والتراث والعزف والموال. ذي كان صوته يهز الحي والمحفل، ويطرب المجتمع في الحال والترحال. الله لا سامحك الموت كيف تفعل، قدرت بإنسان ما غير على حد حال. أبو أصل ذي تعدى المركز الأول، وحيا التراث الذي في صلاة الإيمان. جاني خبر موته الليلة ودمعي هال، عصف قلبي كما البركان والزلزال. كنه قريب يرحل والنار بتشعل، وما توقعت يوقف صوته الزوجال. يا عظم الله لأجلك يا من أكمل، وأجري يحيى وأهل والعموم والخال. بعد الفقيد والذي ما ظن يتبدل، في موت أكبر خسارة هزت المكيال. يا رب أسألك تسامح لا لسان أزال، واغفر ذنوبه واقبل صالح الأعمال. وسكن جنة الفردوس حين يوصل، مع الصحابة جوار المصطفى